انت عارف لو انت بتسحب تستوستيرون هرمون الذكورة في اي وقت في اليوم انت كده ممكن تكون بتتشخص غلط. وعلشان كده انا لازم اسحب عينة هرمون التستوستيرون الصبح بدري من الساعة 7 للساعة 10 صباحا. حضرتك لازم تكون نايم كويس جدا، لازم تكون صايم. ايه ده بجد؟ طب ليه؟ وهنا بيجي السؤال المهم. لان هرمون التستوستيرون بيشتغل على حاجة اسمها الساعة البيولوجية لجسم الانسان. جسمك عنده نظام توقيت داخلي بينظم إفراز الهرمونات خلال اليوم. يعني هرمون التستوستيرون بيكون في أعلى مستواه الصبح بدري وبيقل تدريجيا خلال اليوم. احنا دلوقتي هنوضح مع بعض بروتوكول سحب هرمون التستوستيرون. لازم نعرف ان التوقيت في سحب هرمون التستوستيرون هو العامل الحاسم في النتيجة، ولازم العينة تكون فاستنج مورنينج سامبل. يعني ايه؟ يعني اكون صايم وأكون الصبح من الساعة 7 للساعة 10 صباحا بعد فترة نوم كافية، وبسحب العينة على مرتين أو 3، ما بين كل مرة والتانية 15 دقيقة. طب ليه الكلام ده؟ هرمون التستوستيرون بيتبع تذبذب يومي وإيقاع يومي صارم جدا، بيكون في أعلى مراحله الصبح باكر، وخلال اليوم بيقل بصورة تدريجية. وبالتالي السحب في وقت متأخر خلال اليوم بيديني false result، نتيجة خطأ، وبالتالي false diagnosis، تشخيص غلط. نسبة الخطأ وقتها بتوصل ل25%. معقول؟ يعني أنا لو مش نايم كويس يا دكتورة ده هيأثر على النتيجة؟ هيأثر على نتيجة هرمون التستوستيرون جدا، لأن اضطرابات النوم بتأثر على البيز لاين اللي احنا بنقيس عليه. وكمان لازم نسحب من 2 ل3 عينات ما بين كل عينة والتانية 15 دقيقة. طب ليه؟ لأن التوصيات العالمية بتنص صراحة على أن تشخيص نقص هرمون التستوستيرون ما بتعتمدش على عينة واحدة بس، المفروض على قياس أكتر من عينة متتالية. لازم تكون صباحية، ولازم يكون المريض نايم كويس جدا وكمان صايم. طب المريض يا دكتورة لو نظام حياته شفتات يعمل ايه وقتها؟ طب في فكرة الشيفت ووركر التوصيات العالمية مش بتتجاهل فكرة الساعة البيولوجية، لكن بنطبقها بطريقة النهار البيولوجي. يعني بينام براحته خالص بالنهار، وأول ما بيصحى بنحسب من 2 ل3، وبنبدأ نسحب 3 عينات ما بين كل عينة والتانية ربع ساعة، بشرط إن يكون المريض حصل على نوم كافي من 7 ل8 ساعات. هي دي كل الشروط، بسيطة جدا ولازم حضرتك تطبقها علشان هرمون التوتال تستوستيرون نتيجته تطلع كويس. لأن البري أناليتيكال فيز مش رفاهية، دي أهم خطوة في دقة النتيجة. أنا دكتورة هبة الفطيري، وإحنا هنا المعمل الملكي، إحنا معاك دايما عشان نعرفك شروط التحليل لأدق نتيجة.